ما عنديش جريمه باش اللجنه شرفت على الامتحان خرجت دوك النتائج، انا كنثق في اللجنه ديالي. علاش غندير تحقيق غير واحد جالس في القهوه يقول لي تحقيق في تحقيق؟ راه فيها قدرة النيابه العامه، فيها قدرة الرئاسه، فيها قدرة كل شيء ديال وزاره العدل. كيفاش هادو زعما كلهم خايبين؟ هذاك اللي جالس في القهوه في فيسبوك كيكتب، ولا هذاك اللي سقط هو اللي مزيان؟ اسمحوا لي سمحوا لي. هيا فقره ولدي في كندا حتى تولي 4 سنين، حتى تدوز 4 سنين، دوز حتى في الفيزيك ولا في الشيمي ما عنده مشكل، ومن بعد كتجي كدوز واحد الامتحان عاد تقرا القانون. ولا بغيت تقرا القانون خصك تجيب 19 في المعدل. ولدي عنده 2 الاجازات، وعنده في موريال لاباس عليه وخلص عليه وقرا في القانون. هذا اللي كتشوفوا فيه هو وزير العدل عبد اللطيف وهبي، الامين العام تاع حزب الاصاله والمعاصره. هذا الاسبوع هذا تقريبا فوت اكفس واخبث سيمانه في حياته، وتسمى هو السيمانه السوداء، بسبب البطش ديالو، بسبب الظلم ديالو، بسبب الحقره ديالو وديال اولاد الشعب. كلنا كنعرفوا السبب، الاسباب والضجه اللي راه نايضه على مباراه تاع المحاماه. هي ماشي مباراه، لكن حنا تعمدنا نسميوها مباراه لان بحد ذاتها هي كتسمى امتحانات. الفرق بين امتحانات والمباراه والناس اللي ما عارفينهمش هو ان نظام الامتحانات مختلف على نظام ديال المباريات. نعطيكم مثال اخوتي، مثلا امتحانات نتاع نيل شهاده البكالوريا. مثلا بغيت تاخذ بكالوريا، كيقولوا لك خصك تجيب 10 للفوق، يعني النقطه الطايحه هي 10 فما فوق راك ناجح تاخذ البكالوريا ديالك. ما كيحددولكش العدد تاع المقاعد شحال كاين من واحد اللي غادي ياخذ البكالوريا. يعني جبت 10 12 11 انت ناجح. كذلك النظام تاع امتحانات نتاع المحاماه كيديروا لك من 80 نقطه، خصك تجيب 80 نقطه الى حدود 160 نقطه وتاخذ شهاده الاهليه نتاع مزاوله مهنه المحاماه. كنا كنعرفوا بان مهنه المحاماه هي مهنه حره ماشي وظيفه، يعني انت كتاخذ ديك الشهاده ومن بعد كتفوت واحد عامين ستاج، من بعد كتمشي تحل واحد المكتب ديالك وفيها شروط، يعني كتحل المكتب انت حر، الدوله ما كتخلصك ما والو، يعني انت والقضايا اللي كنت كتشدهم هذاك هو الخلاص ديالك. يعني حتى لهنا رحنا فهمناكم السيستم كيفاش غادي. القضيه والبلان والتخلويض اللي وقع في هذا البلان هذا هو انهم حيدوها من نظام تاع الامتحانات وردوها نظام مباريات. يعني كيفاش داروا لها؟ جاو قال لك حقا دخلنا واحد السيستم جديد هو سيستم كنديان، وكلنا كنعرفوا السيستم الكندي اللي دايرينه سواء في التعليم ولا في مباراه الامن ولا اي مباراه امنيه اخرى كيديروا هذا السيستم كنديان، حيت لاباراي ولا الماشينه هي اللي كتصحوا. جاء الوزير وهبي جا قال لهم على اساس انهم غادي يديروا هذا السيستم الجديد لاباراي اللي غادي تصحوا، لكن يا ليته لم يفعل، لان هنايا بدات الترافيك، هنا بدات كما نقولوا الفلوس تفوت تحت الطبله، واصابع الاتهام كتشير لبزاف ديال الناس، من بينهم رؤساء جماعات، من بينهم بشاوات، من بينهم قياد، من بينهم قضاة، من بينهم محاماه اللي دخلوا اولادهم، واللي فضحهم هو نفس الكنيه ديالهم ولا الاسم العائلي ديالهم اللي لقيناها متداوله. تقريبا شي 36 ولا 35 اسره اللي استافدوا من هذا النظام تاع امتحانات وهذه الوظيفه ديال المحاماه، اغلبيه غير عائلات، يعني هذا ولد فلان هذا ولد فلان هذا فلان، اللي اليوم ولينا كنسميهم اولاد الفشوش. سمعنا بانه كاينه واحد الغضبه ملكيه، سمعنا بانه كاينه واحد الزلزال سياسي اللي غادي تصيب الحكومه، عيا الوزير وهبي وعيا وبعض النفوذ اخرى باش انهم يغطيو على هذا الحديث، ومن بينها قناه تاع دوزام عيات تلمع عيات ما دير المكياج لهذه الفضيحه، لكنها لم تستطع، ما قدروش، لان الفضيحه اصبحت عالميه، والفضيحه وصلت الجزيره وصلت لقنوات عالميه. حتى انا بداتي ما كنتش باغي نهضر على هذا الموضوع، حتى انا بداتي حلفت على اساس انني ما نعقبش على هذا الموضوع نهائيا، حيت انا ما بقاش كيعنيني هذا الموضوع هذا. واخا حتى انا واحد من دوك الناس المظلومين سواء بطريقه مباشره ولا غير مباشره، حتى انا واحد من دوك الناس المجازين، من دوك الناس اللي خداو اجازه في القانون وما تعطاتهمش فرصه نهائيا، حيت كنا كنشوفوا بان المباراه بهذه الامتحانات كتندار من 3 سنوات او 4 سنوات، كانت كيتعطلوا عاد باش كيحطوا هذا تاع المحاماه. واخا حتى وان حطوها بشكل دوري كانوا فئه قليله اللي كتنجح، وكل شيء الاغلبيه ديالهم كانت اولاد الفشوش هما اللي كيفوتوا. هذه المباراه كانت معروف فيها الترافيك، وماشي غير نظام المباراه نتاع المحاماه، راه كاينين مباريات اخرى فحدث ولا حرج، فلعل ما خفي كان اعظم. هذا علاش اليوم بغيت ندير هذا الفيديو هذا، وبغيت نهضر حيت شفت بزاف صحابي اللي قراو معايا في الجامعه وحاليا هما كيقراو الدكتوراه في القانون، ولا حاليا هما عندهم الماستر. الناس
اللوكس نتاع الطلبه، زعما داك الشيء اللي القرايه تبارك الله كتجي لهم في الدم، حافظين المساطر الجنائيه ولا المساطر المدنيه، حافظين داك الشيء كامل، المواد تاع القانون داك الشيء كيجي لهم في الدم، يعني القانون كيصبح عليه وكيمسي عليه. وهادو كنعرفهم كيضلوا معنا في المكتبه، وطلبه مجتهدين وطلبه في قمه العطاء، ومع ذلك ما سعفهمش الحظ باش انه ينجحوا في هذه المباراه. شفنا الراي ديالهم في الفيسبوك وفي التدوينات ديالهم، هذاك الشيء المني بزاف، وحلفت انني انا غادي نعطي رايي في هذا الموضوع هذا. وكما شفنا واحد التدوينه اللي عجبتني بزاف، ومولاها اصبح يعرف بمول الفرشه. كما كتشوفوا في هذه الصوره، هذا السيد هذا زعما دار واحد العمل جبار، وخص المغاربه كاملين يحييوه، وكاملين خصنا نحترموا السيد هذا اللي هو حاليا متواجد في كندا، وهو اللي فضح المستور، وهو اللي كل نهار تقريبا بالتدوينات ديالو كيزعزع الكيان ديال وزاره العدل. وكما كتشوفوا في هذا الفيديو اللي غادي تشوفوا حاليا، الوزير عبد اللطيف وهبي كيواعد هذا الشخص هذا بواحد المتابعه قضائيه دوليه، وغادي يتابعوا وغادي يرفع به شكايه دوليه لكندا، وغادي يتابعوا رغم انه في كندا كيامنوا بالحريه المطلقه، وكيامنوا بالمساواه، وكيامنوا بحريه التعبير، يعني ما غادي يدي غير البرد، ما عنده ما يصور منه. هذا الشخص هذا كما تسمعوا في هذا الفيديو هذا هو الادمين تاع الصفحه ديال مول الفرشه، اللي الصراحه هو اللي دار واحد العمل اللي خلى المغاربه كاملين يعرفوا الظلم والحقره اللي طالت اولاد الشعب. خليكم مع الفيديو اخوتي. باطل في فيسبوك، ودابا فين غنشد انا؟ والراجل جالس برا تيكتب من تما كيسب لينا هادو هنايا، وراه نديرو مسطره دوليه ضده. بعد حتى ما اسمح لي، لا يمكن ان يكون هذا مثل بحريه الراي والتعبير. حريه الراي، قول رايك، والمراه اللي دايزه في الطريق اش بينك وبينها؟ لان دايزه تعطي فيها رايك حتى هي، رايي يقولوا فيا انا اللي وزير، نقول خلقت القانون، نقول اللي بغيتي تقول فيا انا وزير، ولكن ولادي اش دخلوا؟ صور النهار. هذا هو اللي خصنا نقولوا، ان لم تستحي فافعل ما شئت. السيد كيهضر بواحد الحريه، كيدير تدوينات ديالو، كيهضر على الناس اللي كاينين في ديك لا ليست، في وهبي وفلان وفلان وفلان، المهم اسماء متعدده اللي كاملين معروف الاباء ديالهم ولا معروف الوزن ديالهم داخل البلد. مين دار هاد التدوينات وكيهضر بشكل يعني كما نقولوا بكل ثقه وبكل ادله وبكل مصداقيه، ناض وهبي قال له لا انا غادي نتابعك، حيت انت اللي كدير الفتنه، وانت اش من فتنه. وحنا كنشوفوا بان بعض الاشخاص اللي دخلوا بالبكالوريا يعني ما داروا لا اجازه لا والو، كما جا على اللسان ديال هذا مول الفرشه هذا، كما جا على اللسان ديال بعض الصفحات. وكما كتشوفوا هذا الشخص هذا هو مدير تاع الديوان في وزاره العدل، يعني السيد راه عنده وظيفه وما هي وظيفه كالوظائف، ولكن وظيفه اللي عندها واحد الوزن ثقيل وثقيل بزاف، ومع ذلك الطمع في الوظائف نتاع ولاد الشعب. حتى هو مشى شانيفو في هذه المباراه ديال المحاماه. انا علاش كنتعمد نسميها مباراه؟ حيت اصبحت تسمى مباراه، ما بقاش في نظام امتحانات، من ولينا كنشوفوا انه كيتستثنى منها اشخاص وكتعطى الاشخاص، يعني ولات نظام مباراه. هذا علاش كنقول لكم هاد يعني هذه المهزله هذه ما خصهاش تفوت مرور الكرام. هذه المهزله هذه خاصها ضروري واحد المتابعه، وخاصها واحد اللجنه نتاع تقصي الحقائق، وواحد اللجنه اللي خص تكون مكلفه من عند الملك، ولا تكون المصدر ديالها اشخاص اللي كنثيقوا فيهم، وخاصها تضرب بيد من حديد، وما تعاتق حتى مع شي واحد ولا شي واحد زعما يجي يستعمل النفوذ ديالو ويحاول يتملص من هذه المسؤوليه. كلهم مسؤولون على هذا الجريمه في حق اولاد الشعب. وكذلك اضعف حاجه راه خاصنا نشوفوا المباراه خاصها التعاود، وماشي التعاود وفقط، لكن خاصها التعاود بواحد النظام جديد، بواحد المراقبه صارمه، وخاص يتقبلوا فيها غير اللوكس نتاع الطلبه، غير الناس القرايه، غير الناس اللي القانون كيجي لهم في الدم، اللي نقدروا نسميهم حنا فقهاء قانون، اللي خصنا نسميهم مشرعين في القانون، هما اللي خصهم يتقبلوا. وغير ولاد الشعب وكذلك حتى ولاد الموظفين، في ذلك فليتنافس المتنافسون. انت كتقول لي ولدك جبته جاب الاجازه ديالو من كندا، حطوا مع ولاد الشعب، وخلي لي شي لجنه اللي كلها ثقه وكلها كنثقوا فيها، وشوف واش غادي ينجح ولا ماش ينجح. وانا كنتحداك ان ولدك ينجح ويديها لولاد الشعب، حيت مستحيل ينجح. ووحدين اللي كنعرفوهم حنايا انهم قرايه ما يخسروا، هذا مستحيل. راه بحال كما نقول لا يستوي الاعمى والبصير، كما قال الله سبحانه وتعالى. وكان ميساج لدوك الناس اللي كيصوتوا على هاد الاحزاب وكيصوتوا على هاد الاشخاص، فاتقوا الله لعلكم تفلحون. فراه عيب وعار انك صوتك اللي هو امانه وفي رقبتك، وغدا امام الله غادي تحاسب عليه، كتمشي كتعطيه لواحد الشخص من الاشخاص ولا حزب من الاحزاب، وكتعطيه له بسبب من الاسباب، الله اعلم، واش الثقه العمياء ولا الثقه الزائده ولا دراهم معدودات. كنشوفوا الرشاوي كتعطى هاك بالك وعين باين، والناس كاين اللي كيمشي يبيع صوتو ب 200 درهم ولا 100 درهم. من حقك اخي تصوت، ومن حقك اختي تصوتي، والتصويت راه حق من الحقوق اللي كيضمنهم لك الدستور. فهذا علاش عرف لمن غادي تعطيه. الناس اللي صوتوا على حزب اللي كينتمي ليه
ما غاش نسميه، ولكن الناس كنا كنعرفوه الحزب اللي كينتمي ليه عبد اللطيف وهبي، الناس اللي صوتوا عليهم، الناس اللي عطاتو الصوت، والناس اللي تاقوا فيه، ورغم انه هو الامين العام ديال هذا الحزب هذا. يعني راه حتى نتوما كتحملوا واحد القسط من هذه المسؤوليه، حتى نتوما راه كتحملوا واحد القسط من هذا الشيء اللي هذا الظلم اللي كيتعرضوا له خوتنا. والعيب كل العيب هو انه كاينين شي ناس اللي تظلموا في هذه تاع المحاماه، وبحد ذاتهم انهم هما كانوا كيصوتوا على هذه الاحزاب هادو، وكانوا حتى هما كيشاركوا معاهم في الحمله ديالهم. راه الناس شاركت وكذلك هما تظلموا. يعني باش تقتل باش تموت يا ملك الموت، بداك الشيء اللي كنت نتايا كديروا لاولاد الشعب وكتحاول انك غادي تصوفي راسك واحد النهار ولا يومين في الحمله الانتخابيه ومن بعد كتولي عليك بالمضره، فهذا هو اللي كنا نتخوفوا منه حنا، وكنا كنقولوا لخوتنا حاولوا ما تطيحوش في هاد الزلات هادو. بغيت تصوت اخي من حقك، لكن خصك تختار الشخص المناسب وتختار الحزب المناسب. انا بداتي كنحترم بعض السياسيين وكنحترم بعض الاشخاص اللي كينتميوا لبعض الاحزاب وهما معدودين على رؤوس الاصابع، ويا ليتهم تعطى لهم الفرصه في الحكومه ولا في الوزاره ولا في شي حاجه بحال هكا وزاره العدل ولا شي حقيبه من الحقائب الوزاريه. يعني غادي يحمروا لنا الوجه ديال بصح. في الوقت اللي كنا كنشوفوا المنتخب المغربي وصل للقمه العالميه، وصل اللوكس، وصل الطوب ديال العالميه ديالو، وحاول يلمع الصوره ديال المغرب، وحاول انه يجيب سياح بالالاف للمغرب، حاول انه يحطم رقم قياسي في الطوندونز العالمي، وخلى العالم يعرف شكون هو المغرب. في الوقيته اللي ما فاتش عليها شهر تقريبا جاء واحد الشخص وحاول انه يمحي داك الشيء كامل بجره قلم، وبسبب الغرور ديالو والطمع الزائد ديالو وبسبب الطيش ديالو حاول انه يخلي المغرب يحطم رقم قياسي في الطوندونز العالمي بسبب هذه الفضيحه اللي باتت تعرف بامتحان ديال المحاماه. يعني هنا ما خصهمش يتزاقلوا معاه، خاصو متابعه قضائيه ومتابعه جنائيه، لانها جريمه متكامله الاركان شاركوا فيها مجموعه تاع الاشخاص، شاركوا فيها الناس الطماعين، الناس اللي كرشو كبيره هو شاد وظيفه منه ومن نفس الوقت باغي وظيفه ليه والعائلته وطاسلته وخوه وجارو ولد عمو كلشي بغى الوظيفه. كما ولينا كنشوفوا هذه المهنه تاع المحاماه ولات بحال شي مهنه تاع العشابه ولا شي مهنه تاع دوك الناس اللي كيبيعوا كاسكروطات ولا اللي كيبيعوا كاران ولا كيبيعوا دوك البوكاديو. يعني كل من هب ودب رواح انت تدخل محامي. راه المحامي اخوتي راه مهنه خطيره ومهنه كتخصها تحمل على العاتق ومهنه اللي كتأدي فيها القسم ومهنه اللي خاصك تكون قراي المواد باش ما كتظلم عندك حتى شي واحد. كيفاش انت جاي من المحلابه واحد الشخص راه من العائله بعدا ديال الوهبي كيقولوا عليه كما قال مول الفرشه جاي من المحلابه، السيد لا علاقه ليه بالقانون، والسيد خدا الباك غير بالباك ليبر، والسيد تلقى راسو حتى هو في امتحان المحاماه. كيفاش هذا الشخص غادي يترافع على الناس؟ كيفاش هذا الشخص كيعرف القانون؟ كيفاش يعني بزاف الحوايج. هاد الناس اصلا غادي يمشيو عنده باش يترافع عليهم راه خاصهم العصا. واحد السيد جاي من المحلابه كي غادي يدير يترافع عليك انت؟ يعني حقك مشى بين مطرقه الظلم وسندان الباطل. انت غادي تعطي الدوسي ديالك، فاذا انت غادي تحمل المسؤوليه ديال داك الشيء اللي غادي تتعرض ليه. المهم الفيديو طويل، الفيديو ما بغيتش نزيد نطولو حيت كان بزاف ما يتقال، حيت القلب عامر، وبغيت حتى انا نهضر على هذا الموضوع هذا، بغيت حتى انا نقول رايي، وكاين بزاف ان شاء الله ما يتقال، لكن ما غاديش نتهنى حتى نشوفوا شي غضبه ملكيه، بغينا نشوفوا شي متابعه، بغينا نشوفوا واحد الزلزال اللي غادي يفوت على الاخضر واليابس في هاد المسؤولين الفاسدين، ويندار الميزاجور للحكومه، واي واحد فكر شو العجينه غادي يخلص. يعني ماشي اي واحد تعطاتو الفرصه كينهب وكيشفر وكيسرق بصفه عامه. انا ما كنتهمش شي شخص، لكن بغيت اي واحد خدا واحد الدرهم تاع ولاد الشعب ولا بلاصه تاع ولاد الشعب بغيت يتحمل المسؤوليه الجنائيه والمسؤوليه القضائيه، ويتحمل العواقب نتاع التاريخ اللي ما غادي يرحم حتى شي واحد، ويتحملوا العواقب السياسيه ديال هذا الظلم ديالهم اللي داروه. هذا الشيء باش بحرا يتشفى الغليل، وان شاء الله باذن الله تعاود هذه المباراه باحتمال ديال 90% غادي تعاود المباراه الا زاد الضغط من عند ولاد الشعب وزاد الضغط من عند الصحافه اللي كنثيقوا فيها. خلينا الصحافه تاع المرقه ولا الصحافه تاع الزرقاء اللي حاليا كيدافعوا على هذا الشخص وعلى هذا الوزير وكيبينوا على اساس انه دار خدمته، انه كنشوفوا بزاف ردود الافعال تاع الصحافه اللي ما لقاوش كيفاش يديروا باش انهم يدخلوا لعقلنا بان الوهبي راه ما دار حتى شي حاجه. هذا علاش كنقول لكم اخوتي المزيد من البارطاج، هضروا على الموضوع، خليو العالم يزيد يعرف شكون هما الوزراء المغاربه. راه ماشي هما اللعابه ولا هما المقرئين ديالنا تاع القران ولا الناس اللي كيزينوا الصوره تاع المغرب في الخارج. حنا كاينين بعض المسؤولين في البلاد اللي كنحترمهم انا شخصيا، ومن بينهم فوزي القجع، من بينهم ناصر بوريطه، من بينهم عبد اللطيف الحموشي، من بينهم الاشخاص اللي كيديروا خدمتهم، الاشخاص اللي كتشوف العالم كيترعد ملي كيشوفهم، ملي كيوقفوا عليه، عندهم واحد الكاريزما، واحد الشخصيه. فراه لا يستوي الاعمى والبصير، فراه لا يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون. هذا وزير وهذا مسؤول تعطاتو مسؤوليه فكيحمر الوجه للمغرب وكذلك لولاد الشعب والملك وكل شيء.
والبعض الاخر كتعطى له واحد الحكومه كيدبر غير على الفرصه فوقاش ينهب وفوقاش يفترس ولاد الشعب. هذوك الناس ما بغيناش نزيدوا نشوفوهم في الحكومه ولا ما بغيناش نشوفوهم في المناصب العليا كوزاره العدل ولا باقي الوزارات الاخرى. وهذا الشيء كامل ملي كنجيو كنرجعوا كنلقاو المسؤولين ما كيعرفوش يتصرفوا، ما كيعرفوش يديروا واحد النظام تاع امتحانات ولا نظام تاع المباريات باش انه يعتقوا الشباب من البطاله. فكيقول لك جاي يكحلها في التالي عماها. فوهبي بين الوجه الحقيقي ديال المباريات في المغرب كيفاش كتشمل. فراه هذا راه غير البدايه، فهذا راه غير واحد الحاجه النقطه اللي في يد الكاس. فراه داك الشيء اللي ما كنعرفوش حنا ولا داك الشيء اللي كيفاش تحت الطابله فراه حدث ولا حرج. فراه عجب العجاب راه كيوقع غير حنا ما كنشوفوش، غير داك الشيء كيتم التستر عليه بواحد الطريقه اللي فنيه. وهبي ما عرفش انه يتصرف، ما عرفش انه كيفاش انه يغطي على هذيك الممارسات ديالو، فربي فضحو. فالحق راه يعلى ولا يعلى عليه. دائما الظلم ما عمرو كيوصل، ما عمرو الظلم كيوصل للمراتب العليا. كيجي واحد النهار وكيسقط بين احضان ولاد الشعب وكيتفضح. وهنا غادي نوضعوا علامه استفهام، ما دور المؤسسات الحكوميه ولا البرلمان في هذه الفضيحه هذه اللي ما شفنا منهم ولا تحرك واحد، من غير واحد بعض المناوشات قليله وبعض بعض الكلمات وفقط في البرلمان باش يقول لك حقا حقا حنا راه هضرنا على هذا الموضوع. لكن عادت حليمه الى عادتها القديمه، المباراه باقي ساريه، الشفاوي مازال غادي يديروه، يعني مازال ما تغير حتى شي حاجه. ولاد الشعب باقي كياكلوا الدق وساكتين. فهذا علاش كنقول لكم اخوتي ديروا بارطاج وديروا متابعه وخليوا هذا الهاشتاغ ما خصوش يتنازل. وخص هذا الفيديو هذا الموضوع ما خصناش نسكتوا عليه، خصو حتى نشوفوا واحد المحاسبه لهاد المسؤولين هذا. فإلا كنت انت ما معنيش بهذه المباراه فراه كاينين خوتك، كاين ولاد عمك، كاين عائلتك، كاين اصدقاء ديالك اللي كيعانيوا من هاد الامرين تاع البطاله وهذا الظلم واللي تخدات لهم المناصب ديالهم ظلما وعدوانا. المهم نتمنى خوتي هذا الفيديو هذا يوصل، نتمنى البارطاج، نتمنى خوتي تعاونوا باش هذا الموضوع يوصل لابعد مدى. والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.